عايزاه يرحل. انا كنت حماره مأثر على التلفزيون المصري، الحمد لله فوقنا خالص. ابتديت اشوف الناس. ثانيه واحده، هو التلفزيون المصري فيه مشكله؟ انا شفت ايه ده، التلفزيون المصري فيه مشكله يعني؟ صورت معايا ايه؟ صورت؟ طيب اوكي، صورتي؟ كده الموضوع اتفهم. يا عم مش عارف اوصل كل حاجه. هو في حاجه في البلد عندنا سرقه ونهب وقتل واسلام وكرامه واهانه وجبروت. دوله بوليسيه عايز ايه؟ احنا عايشين في حكم البوليس، لا سياسه ولا ديمقراطيه ولا حتى لا ديكتاتوريه حتى في العالم ما بقتش زي كده. عيش حياة جديدة وأحس بتغيير في حياتي. أنا من يوم ما اتولدت وهو مبارك وهو مبارك، يعني من حقي إن أنا أشوف رئيس جديد، أشوف حياة جديدة. مبارك لازم يرحل لأن هو رأس النظام الفاسد اللي موجود حاليا. طول ما مبارك موجود الفساد موجود، ومعاه أعوانه والناس المصالح، الناس اللي بينهم وبين المصالح. كل ده يعني مش هينفع نشيل الفساد ده كله من غير ما نشيل رأسه اللي هي مبارك. بس بقاله 30 سنة يعني خلاص، يعني هو ما بيصلحش حاجة. ما ينفعش نقول بقى لا ده هيصلح، ده هيعمل، خلاص فرصته انتهت. كنت اجي النهارده بدل ما انا اجي اقف مع الناس، كنت اجي انضف طب يعني ليه قررتي تنضفي؟ يعني ايه اللي خلاك تفكري بده؟ زيك، عشان الناس هنا قاعده بقالها كتير وما فيش حد بيجي ياخد الزباله، فلازم نساعد الموضوع ما تخليهاش زريبه يعني. انا كنت طول عمري نفسي اسافر بره زي كل الشباب اللي عاوزين يطلعوا بره عشان يسيبوا البلد ويسيبوا القرف بتاعها، وبعدين دلوقتي حاسس اني ممكن اقعد في بلدي ويبقى لي كرامه، وانا نفسي اقعد في البلد مش عاوز اسيبها. دلوقتي لو هقعد في البلد دي وتبقى زي بلاد بره ويبقى لينا حريه ولينا كرامه، يبقى دلوقتي لازم اقول يسقط النظام ده عشان اخد اقل حق من حقوقي. اللي هو ايه؟ متهيألي ممكن حضرتك تجاوب على السؤال ده. رأيي أنا يسقط حسني مبارك، هو ده رأيي. إنه حالي ممكن تتكلم عربي عشان ممكن ناس تشوفنا يقول لك أنت باكستاني مثلا. قول لهم إن أنا مصري وبحب شعب مصر، بس كده. تمام. شعبك مات على رجلك قدامك وقال لك ما تمشيش، طلع مظاهرة سلمية مات قدامك وقال لك أنا ما تمشيش من هنا إلا لما أجي تاني. دي واحد، الطوارئ، البطالة، الغلا، الظلم، الفساد، غير كل ده 16 سنة مش لاقي شغل، بكالوريوس عارف أعمل إيه؟ طب بلدي مش عارف آخد حقي، مش واخدين حقنا في بلدنا، ناخد حقنا فين؟ صح؟ وبعدين انت مهما قلت لك، انت لما صاحبك يطلع معاك مظاهره سلميه وتموت على رجلك، وهو بيموت يقول لك ما تمشيش هنا عشان خاطره، عايز تاخد طاري وهو بيموت، ما تمشيش من هنا الا لما تجي، وانا مش همشي من هنا. انا عاوز اقول بس كلمه واحده بس، الناس كتيره زعلانه قوي ان اليومين دول واقفه حال البلد وكده. وهي الناس زعلانه ليه؟ مجهول طول عمر الناس في عهد مبارك بيشتكوا من كل حاجه فساد في البلد، تعليم وكل حاجه، فمش معنى اليومين دول مش قادرين يستحملوا ان هم يصبروا شويه على التعب ده، ما طول عمرهم تعبانين وبيشتكوا. ما كناش نكلم اي حد قبل الثوره الا لما كان بيشتكي. ليه دلوقتي زعلانين؟ والاعلام المصري يعني حاجه وحشه جدا قوي، مشوه صورتنا قدام الناس كلها اللي قاعده في البيت، ووصل معلومات خطا للناس في البيت. يعني ان شاء الله ربنا معانا ان شاء الله. جينا نتعلم الشباب، جينا نمشي ورا الشباب، هم قدام واحنا ورا، لا اكثر ولا اقل من ذلك. انا موجود النهارده عشان الناس اللي ماتت، الناس اللي استشهدت يعني دمها ما يروحش هدر، يعني على الاقل نعمل حاجه، يعني يا دوبك شاركنا، احنا مش هنقدر نعمل حاجه بس يعني على الاقل نشارك. انت ليه موجود النهارده؟ انا بس جاي موجود عشان كل الناس اللي ماتت دي، وعشان زهقنا بقى من الظلم والنظام الفاشل يعني كله، بس وجاي اشارك، يعني انا كواحد جاي اشارك في نص الناس كلها اللي عايز تسقط النظام ده. هو اول واحد جاي يعبر، اصغر طفل جاي يعبر عن الموضوع، هو كاتب ارحل. هو اللي انا عايش في جيب مبارك بعد يوم. وليه حضرتك جايب النهارده بقى معاك كده؟ جايب النهارده عشان يشارك النهارده يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني لو ربنا يعني يزحي عنا مبارك يعني، يبقى
اسعد يوم يشارك فيها الطفل هو في ميلاد الحريه، هو لسه مولود اصلا عموما يعني فان شاء الله يكون ميلاد حريه جديد ان شاء الله ويعيش في الحريه باذن الله يعني. فعايزه يشارك، ما يحرموش من يشارك في يوم زي ده مش اكتر. هنا انا جاي عشان اقول حاجه واحده بس، ان الحاجه الفاسده تفضل ممكن في اي لحظه النظام دوت يقلب الايه تاني. احنا لو غفلنا لحظه واحده بس هيرجع تاني وهيرجع اسوأ من الاول. فاحنا لازم مش هنمشي من هنا الا لما يرحل تنحى نهائيا عن رئاسه الدوله. انت كاتب دي ارحل بالعبر تعزوف بلغه حبايبك. بلغه حبايبك صح كده. انت ليه عاوز يا ليه عاوز يا والله هو بص اقول لك حاجه، انت لو عايز تغير حاجه لازم تغيرها كلها، ما ينفعش تغير جزء منها، لان زي لو عندك شجره وانت عايز تشيلها ما بتقصقصش الفروع عشان بتطلع تاني، انت لازم تشيل الجدر عشان هو الجدر هو اللي بيطلع الساق، هو اللي بيطلع الورق، هو اللي بيبنيها تاني من اول وجديد. حسني مبارك في مصر هو الجدر، الباقي كفر بيتغير لنظام سياسه امريكيه واسرائيليه بس. شكرا. انا جاي صغيرين النهارده رقم واحد عشان انا بحب مصر، رقم اثنين علشان هم قالوا ان الشباب هو ده يعني هم دول البلطجيه، هم دول اللي نزلوا خربوا، هم دول اللي نزلوا بوظوا. لا مش احنا اللي خربنا، مش احنا اللي بوظنا. احنا النهارده عشان نثبت اهو ان شباب مصر هو ده اللي بيحاول يصلح، احنا بنحاول ننظف على قد ما نقدر عشان دي بلدنا اللي احنا بنحبها، عايزين نحافظ عليها، عايزين نحافظ على منظرها كويس قدام بره قدام بلاد العالم كلها. احنا هنا عشان حسينا بالشعب وحسينا ان احنا لازم نأيد الناس دي، احنا جايين عشان نأيد الناس دي بس، مش جايين عشان اي اسباب سياسيه، انا جاي للناس اللي في البلد بس. ممكن اسالك انت ليه عاوز يرحل؟ بص هو انا لغايه امبارح انا كنت من الناس اللي بتقول ان هو يفضل ويسلم السلطه سلميا وكده، بس الحلقه بتاعت اسمه وائل غنيم بينت ان هو عايز يقعد عشان يستف ورقه، وانا مش حابب حاجه زي كده، قلت اقول رايي يعني. انت ليه عاوز واقف النهارده؟ انا واقف من يوم 25 والله العظيم زمان يعني مش اول يوم. يعني عايز توصل رساله ايه ولا انت عايز تقول ايه؟ عايز الحريه وخلاص، عايز مبارك يمشي، هو احنا عايزينها. طب ليه عاوز يمشي؟ عشان الحريه، عايزين نعيش ديمقراطيه عمرنا ما عشناها. احنا موجودين النهارده علشان احنا مش موافقين على اللي بيحصل وحاسين ان احنا بيضحك علينا، وجايين عشان لازم النظام يمشي، النظام كله فعلا يعني. وليه نسبة الصورة شوية؟ هم دول اللي ماتوا عشان القصة دي كلها يعني هم دول حبة من اللي ماتوا، مش عايزين حد ينسى ان ما ينفعش دول يروحوا. لو في اي حد طب انت ليه عاوزه يرحل؟ ليه عاوزه يرحل؟ ليه عاوزة يرحل؟ عشان بقالنا 30 سنة يعني ما فيش أي حقوق من أي نوع، يعني عايزين نعيش زي بني آدمين بس أنا بخدم الشباب اللي جاي هنا، أنا هنا عشان أخدم ولاد بلدي، أحافظ على كل واحد داخل جوه. تمام. أنت دورك إيه بالظبط؟ إيه؟ أنت أحافظ على الأمن، أشوف اللي داخل لو في حد مشبوه طلعه بره عشان حفاظا على الاخوه اللي جوه. تمام. طب انت ليه عاوز يرحل؟ نعم؟ ليه عاوز يرحل؟ عشان اخد حق في الحياه اللي انا ما عرفتش اخده في حياتي. انا ظلمت كتير منه بس ان شاء الله هتحل، هتتحل قريب. هو ده ربنا الشباب مش لاقيين شغل ولا اي حد لاقي شغل. انت عارفه ان الشباب مش لاقي شغل؟ اتخرج ومش لاقي شغل. وعشان كده انت هنا النهارده؟ هو احنا عايزين نتجارة. انت عندك كام سنه؟ 11. عاوز يمشي. بص انا مش هقول انا عايزه يمشي ولا عايزه يرحل ولا الجو ده، هو انا عايزه يمشي بس معلش هو ليه ما يمشيش؟ يعني عايزك تاخد كده صوره تعالى ليه ما يمشيش؟ يعني اظن ده حق لكل مواطن، لما اقول له يمشي يمشي، الكلام مات